إذا في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، برشلونة يفوز على ريال مدريد 2-0 في الجولة 35 في الدوري الإسباني. حاجة عالمية جدا، برشلونة أسطوري. النهاردة برشلونة عمل أداء أسطوري جدا، شابوه اللعيبة رجالة جدا، عرفت قيمة هانز فليك وعرفت إن هانز فليك فعلا كان محتاج الفوز ده. فألف مبروك البارسا، سجل الهدف الأول، هدف أسطوري من فاول طبعا في الدقيقة 10، ألا وهو العالمي جدا راشفورد. عالمي جدا بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى، صعب جدا على تيبو كورتوا. بالمناسبة اللي عمل ماتش أسطوري تيبو كورتوا أيضا، صد كذا كورة. اللعبة كويسة جدا في برشلونة، خوان جارسيا في قلب الدفاع، كوبارسي، جاب مارتن عالميين جدا، كانسيلو كويس ايضا. ايريك جارسيا عمل ماتش عالمي جدا امام فينيسيوس جونيور. في خط الوسط بيدري اسطوري، ام في بي اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش يعني بيدري. بعد كده جافي مش افضل حاجة بصراحة، يعني برضه مندفع شوية. قدام داني اولمو اسطوري عالمي جدا. داني اولمو في خط الهجوم، فيران توريس اسطوري، النهارده عمل ماتش عالمي. كان بينزل كمحطة ويعمل باس راشفورد مثلا، بس راشفورد كان بيضيع. راشفورد اسطوري، مثلا ممكن نقول 8/10 عشان الهدف اللي جابه، وعمل كذا عرضية وشاط كذا كورة لكن ضيع. طبعا اللي في الليفت وينج فيرمين لوبيز بيجتهد، بيحاول يبقى سرعات ولكن بيأنن شوية في الليفت وينج، اللي هو فيرمين لوبيز. كان لازم ينزل روني باردخشي ويروح ليفت وينج رافينيا، ولكن برشلونة عالمي جدا. سجل الهدف الثاني فيران توريس، من جيرارد مارتن إلى فيرمين، من فيرمين إلى داني اولمو، عالمية أوي بالكعب. ثم فيران توريس هدف كان عالمي جدا، الثاني هدف في البارسا يعني. برشلونة بعد كده بقى بيحاول يستحوذ، بيسيطر على الجيم، بيلد اب من تحت. برضه ريال مدريد بيبص كتير جدا من ورا ولكن مش عارف فعلا يخرج بالكوره لقدام. كامافينجا سيء جدا، خد انذار. برضه جود بيلينجهام وحش. افضل لاعب في ريال مدريد تيبو كورتوا. الدفاع النهارده سيء جدا، ارنولد كان بيحاول شويه، فران جارسيا اكيد مش كويس. فينيسيوس جونيور من اسوأ ما يكون، ما بيعديش، تحس ان هو بيتمشى كده مش بيضغط. الف مبروك للبارسا، لعيبه رجاله، لعيبه عالميه. زي ما قلنا قدرت هانز فليك، اللعبه احتفلت مع هانز فليك والجهاز الفني كله احتفل مع فليك. لقب 29. بالمناسبة برضو اللعبة اللي نزلت فرينكي ديون كان كويس جدا، رافينيا كان بيحاول ولكن مش أفضل حاجة، خد انذار برضو. مارك برنال كان كويس جدا، بيعمل كذا باس كويس وكان بيعمل كذا ترقيصة كان في نص الملعب. برضو بالدي ما بانش. فهي دي اللعبة اللي نزلت، برنال وديونج كلهم كويسين جدا لكن بالدي ما بانش قوي. فألف مبروك البارسا، أهداف عالمية جدا. برشلونة بعد كده بيضيع كتير جدا، أيضا ليفاندوفسكي نزل ضيع كورتين أو ضيع كورة، فيران ضيع، راشفورد ضيع، فيرمين ضيع برضو. كل اللعيبة يعتبر ضيعت، رافينيا ضيع، ولكن حارس كبير جدا أو ثاني أفضل حارس في التاريخ تيبو كورتوا بصراحة منع كذا كورة. فألف مبروك للبارسا. هانز فليك كان لازم يكسب الماتش ده، وكان بحاجة للفوز ده، فوز معنوي وفوز نفسي جدا. خبر الصباح بوفاة والده كان صعب، ولكن فعلا جماهير برشلونة عالمية. شفنا التيفو فورسا بارسا وحاجة عالمية جدا. فيليسيدادس كوليز. نقدر نقول رسميا ديسيدير لا ليجا اسبانيولا، كامبيونيس دي لا ليجا. اديوس.